نارين بيوتي تصل إلى الترشيحات النهائية للجوي أووردز، والجائزة تضع الشامي في مواجهة أصالة وأحلام. أنباء عن اعتزال المحقق كونان بعد اكتشافنا دليلاً لعلاقة حب شيرين بيوتي وأسامة مروى. هالأخبار وغيرها بفيديو الأسبوع. خلونا نبدأ. خلونا نبلش بالأخبار الحلوة. نارين بيوتي في مواجهة زملائها أبرار العثمان ويارا النملة وبيبي العبد المحسن وأبو نوح وبندريتا وعمر فاروق وأحمد القحطاني. كيف؟ من خلال ترشيحات المؤثرين المفضلين ضمن جوائز جوي أووردز 2024. مبروك نارو، تستاهلي. الترشيحات وضعت الشامي في مواجهة أحلام وأصالة كمان. لحظة، ليش مو أصالة وأحلام في مواجهة مع بعض؟ قاعدة أضبط مكياجي. هدول بيتنافسوا بعمليات التجميل كمان. بس الشامي وأميمة طالب دخلوا على الخط بترشيحات أفضل أغنية ضمن جوائز جوي أووردز للعام 2024. لتكون الترشيحات وياك وياك لأحلام، وفوق لأصالة، ويا ليل ويا العين للشامي، ومزلاج لأميمة طالب. الأهم إنه الشامي ترشح عن فئة تانية كمان، فئة الوجه الجديد المفضل، والخيار حطوا بمواجهة سلطان المرشد وطلال سام ووليد محمد. منيح، على الأقل هدول كلهم رجال، بيقولوا ربح على رجال مو على صبايا. وباين الحظ مكمل مع الشامي اللي وصل ل1.5 مليون متابع على انستغرام. منيح، الترشيحات للجائزة ما بتاخد بعدد المتابعين على انستغرام، طالما أصالة عندها أكثر من 11 مليون وأحلام أكثر من 15. عموماً مبروك عبودة، وعقبال ما تصير 20 مليون وتضل أغانيك متصدرة الترند. هلو حبايبي، كيف أنا؟ المقدمة السعيدة لليلى عقيل ما بتعبر أبداً عن اللي صار بحلقة برنامج هوس الجمال هالأسبوع، يلي استضافت نور ستارز، اللي قضت نص الحلقة عم تبكي وخبرتنا عن مصاعب يلي مرت فيها بحياتها، بداية بتركها للعراق وسفرها لسوريا وبعدين لتركيا وهجرتها آخر شي على أمريكا مع أولادها، وتحدثت عن الخطأ الطبي يلي خلاها مقعدة. بس بعمر 5 سنين 6 سنين أكيد هذا العمر وأنا طفلة تعرضت لإبرة. الإبرة كانت حرارتي مرتفعة والإبرة بنسلين فضربتني على العصب. وحكت ماما ستارز كيف نور ولدت ميتة ولولا لطف الله لكانت حلقت ووقعت. كيف؟ الرج المي اللي داخل مية الرأس كله شربتها نور فطلعت ميتة، فسحبوا كل المي ضربوا يعني تقول لما صرخت أنا ارتاحت. عموماً اللافت إنه ردود فعل ليلى على كل الدموع كانت باردة، يعني لو تأثرتي لك حبتين يا ليلى ما كان أحسن؟ وباللقاء ماما ستارز جاوبت على أسئلة كتير. يا ترى مين أكتر ولد بيعذبها؟ شو أكتر بلد حست فيه بالأمان؟ ارتاحت، يعني حسيت بالأمان بسوريا. سوريا أحبها وهواي لقيت بيها دعم واحتواء. ودبي. وهلأ وصلنا على فقرة بيسان إسماعيل يلي دائماً عاملة ترند بفقرة ابحث عن الفرق. القصة إنه بيسو وخطيبها قرروا يعملوا بروبوزل، وطلع معهم كوبي بيست عن بروبوزل نارين ورامي. عدولي على إيديكم أوجه التشابه، الفستان، زوايا التصوير، الديكور. لا بس في اختلاف، رامي كان لابس جاكيت أسود وبنطلون أبيض، محمود لابس بالعكس الجاكيت أبيض. يعني عموماً كتير مفاجأة بيسان كانت مو ظابطة. يعني معقول يكونوا مخطوبين وما يكون في عرض زواج، ولا النية كانت خطبة وبس؟ بعدين يا جماعة البروبوزل قبل الخطبة، مو بعد ما كل الناس تبارك لكم. في مشكلة بالترتيب، شو رأيكم تعيدوا المشهد؟ نارين ردت على تقليد بيسان وطلعت بفيديو حاطة شكلتين على الجنبين وعم تتمكياج وتحكي عن الموضوع. وللأمانة التعبير خان نارين وهي عم بتقول إنه التعبير خان بيسان. كيف؟ تتصرف بطريقة شو بيقولوا؟ بيخون فيها خان التعبير، ما بعرف. بس بالخلاصة فهمنا إنه بيسان جابت أم العيد بس نيتها صافية وما بتقصد شي مو منيح، وطلعنا بنتيجة إنه ما في خلاف بين نارو وبيسو. ومرة تانية مع الحظ، وهالمرة لمحمود خطيب بيسان اللي بعد ما صار خطيب بيسو وصل ل1 مليون متابع على انستغرام. مبروك محمود. وبمناسبة الكريسماس حب صناع المحتوى يوجهوا رسائل للعالم. محمد نبيل نشر فيلم قصير بيعبر فيه عن حال الشعب الفلسطيني بعنوان أمنية تحت الركام. أما المخرج عمر رمال فنزل فيديو وتمنى وقف إطلاق النار بغزة. والمغنية الفلسطينية غزل الغريب نشرت مقطع عم تغني فيه لأطفال فلسطين.
أما محمد عدنان وعبد الله الغافري فراحوا على معبر رفح منشان يصوروا كيف عم تتقدم المساعدات. هذا أقل ما نقدمه يا إخوان، بإذن الله أن نشهد دخول هذه المساعدات إلى غزة. وقبل الختام خلونا نخبركن إنه إجتنا عقود من المحقق كونان لنشتغل معه بكشف الألغاز والجرائم بعد الدليل اللي ما بيقبل الشك اللي اكتشفنا من خلاله إنه إشاعات وجود علاقة حب بين شيرين بيوتي وأسامة مروة ما لها إشاعات. ركزوا معنا. من حوالي شهر نشر أسامة فيديو سفره على سنغافورة، ومضيف الطائرة أهدى أوسي لعبتين على شكل دبدوب. ركزوا لي على الدبدوبين المميزين، مفروض هن لأسامة ولشخص تاني معه بالرحلة، أو أسامة رح يعطيها الدبدوب لشخص مميز بحياته. انتبهوا منيح على الدليل. بآخر فيديو لنارين بيوتي على يوتيوب جولة في بيتي الجديد شفنا نفس الدبدوب بغرفة شيرين. كان معكم فريق التحري، مدري المحقق جادجت، مدري كونان. مين هدول؟ دليلنا أهم. عموماً الله يسمعنا الأخبار الطيبة. أوسي ما في منه، وشيرين بتستاهل تكون عروستنا الحلوة. وهيك بنكون خلصنا جولتنا على أبرز أخبار النجوم السوشيال ميديا. انطرونا الأسبوع اللي جاي. باي.